انت فاهم يعني ايه تروح تلعب في قلب السعودية وسط اللامبالاة من المسؤولين بأهمية المباراة، وتروح تلعب في استاد متقفل من جمهور الخصم ومع فريق بحجم الأهلي السعودي في يوم العيد الوطني السعودي، وفي وسط الضغط ده كله تكسب بأداء خرافي؟ ما ندري ابتدي بإيش ولا بإيش ولا بإيش. يعني حتى انت يا بيراميدز حتى بيراميدز يعني. تحية كبيرة جدا لبيراميدز اللي بيلاعب فرقة من أقوى فرق الدوري السعودي ومقدم مباراة ولا أمتع، بالرغم من غيابات كتير زي رمضان صبحي ووليد الكارتي، وهم فردتين تقال جدا جدا جدا. الأهلي السعودي فريق تقيل قوي يا جدعان، وبيضم محترفين أقوياء جدا زي مندي، إيفاك توني، فرانكي سي، ورياض محرز، ومقدم مستويات في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا ممتازة. وده يبين لك قد ايه كانت عظمة بيراميدز وقوة شخصيتهم في المباراة. بيراميدز بيحرج كل الناس، من اول المسؤولين اللي مش عايزين يبقى فيه اي فريق بينافس غير الاهلي، مرورا بكل الاعلاميين والمسؤولين اللي بيشككوا في الفريق علشان من غير جمهور ومحدش بيديله حقه باعتباره نادي الطموح وكده. وانت فاهم الباقي بقى. راح يلعب في كاس الانتركونتيننتال وكسب وبيقدم ماتشات ولا اعظم، ولا حد عبره، كأنه نادي من بوركينا فاسو ولا حاجة. مبروك بيراميدز، اثبتوا ان الكوره في مصر مش بتعترف غير بنادي واحد بس. احرجت كل الناس وعريتوا كل الكلاشيهات وكل الكلام التافه اللي كان بيتقال في السوشيال ميديا والاعلام عن الكوره في مصر وعن العدل واللازم منه. كلمتين في حق يوريشيتش المدير الفني، الراجل ده مصدر لكل اللي حواليه، رهبة وطاقة وعصبية شديدة على الخط، بس فنيا الراجل ده افضل مدير فني داخل القارة. وتعال احكي لك. اولا كده، هو ايه اللي بيميز اي مدير فني؟ انه يطور لعيبته فنيا جوه الملعب وعقليا بره الملعب. لما تيجي تبص على شغل الراجل هتلاقيه مطور اداء لعيبه زي قطه، مهند لاشين، احمد حمدي، احمد سامي، علي جبر، كريم حافظ، زلاكا، وعد بقى. وده اللي مميز بشكل كبير جدا عن اي مدرب تاني في الدوري. طبعا ده غير انه مخلي اللعيبه تلعب بروح عاليه جدا وبدنيا كمان في حته تانية. وبالنسبه لك يا عزيزي الاهلاوي الجميل يلي بتقول ان الفلوس مش كل حاجه، فهمت ان الفلوس هي اهم حاجه ولا لا؟ لو لسه مش مقتنع وما فهمتش تعال افهمك. اولا وقبل اي حاجه، الفلوس مش كل حاجه، عشان عارف انت بتفكر في ايه وهرد عليك قبل ما تتكلم. وان لازم يبقى في اداره شغاله صح، بس قبل الاداره دي لازم يبقى في مدير رياضي ويبقى في فريق سكاوتنج عشان يعرف يجيب لعيبه تنافس الاهلي والزمالك. تمام كده؟ اتفقنا؟ خلاص انت ربنا كرمك وجبت اللعيبه وعملت فريق جامد وبتنافس الاهلي والزمالك بقالك اكتر من 4 سنين، وصلت لنهائي الكونفدراليه، كسبت دوري ابطال افريقيا، كسبت الدوري المصري. ايوه كسب الدوري المصري، مش هنتناقش في الحته دي. بس تقدر تقول لي هو انت لو مش معاك فلوس كنت عرفت تستمر في المنافسه دي على كل الالقاب دي وتكسبها؟ كنت عرفت تقنع واحد زي الشيبي انه ما يمشيش وهو افضل باك شمال في الدوري وفي افريقيا؟ كنت عرفت تقنع واحد زي فيستون مايلي انه يقعد معاك وما يروحش الاهلي وهو افضل مهاجم في الدوري؟ كنت عرفت تجيب بلاتي توريه وتقعده؟ كنت عرفت تجيب رمضان صبحي، مصطفى فتحي، تقعد ابراهيم عادل؟ كنت عرفت تقنع واحد زي وليد الكارتي انه ما يروحش الاهلي والزمالك؟ انت لو مش معاك فلوس كنت عرفت تجيب يوريشيتش اصلا وتديله اللي هو عايزه بعد كمية المدربين اللي فشلوا اللي انت جبتهم وصرفت عليهم ومشيتهم بالطرازي من غير قضية واحدة؟ اقتنعت ولا لسه؟ لو لسه ما اقتنعتش اكتب لي في الكومنتات. سلام.